الدايت مش معناه ان انت ما تاكليش اي حاجة حلوة نفسك فيها، لا تقدري تعملي كل اللي نفسك فيه ولكن بسعرات اقل. ايه رأيكم النهاردة لما نعمل كب كيك الشوفان بسعرات اقل وفي نفس الوقت طعمه في منتهى الجمال واحلى واجمل من الكب كيك اللي معمول من الدقيق. اول حاجه ان انا بجيب البوله بتاعتي وبحط فيها 3 موزات بهرسهم كويس قوي لحد ما يبقوا زي البيوريه بالظبط. بضيف لهم معلقتين من زيت جوز الهند او الزيت العادي، وبضيف لهم 2 بيضه في درجه حراره المطبخ بالمنظر ده. بقلب كل الخليط مع بعضه كويس جدا لما يتجانس مع بعضه، وطبعا عشان زفارة البيض ببدأ أضيف نص معلقة من الفانيليا. لو ما عنديش فانيليا ما اقفش عليها واضيف بشر برتقان او بشر ليمون. بقلب الخليط كله كده مع بعضه، وبعد كده بضيف عليه معلقة من العسل عشان الموز لو هو مش مسكر. بعد كده بقلب كل المكونات واضيف كوباية من الشوفان، لو حسيت اني محتاجة تاني اضيف. بعد كده ببدأ اقلب لحد ما يبقى خليط زي خليط الكيك بالظبط. بضيف معلقة من القرفة ومعلقتين من بيكنج باودر او ربع معلقة من الملح. بقلب كل المكونات مع بعض وبشيل معلقتين من الشوفان، بحط عليهم معلقة كبيرة من الشوكولاتة الدارك وببدأ أضيفهم على المكونات عشان ما تسقطش الشوكولاتة في الكب كيك من تحت وما تبقاش ظاهرة على وش الكب كيك. هحضر قوالب الكب كيك وابدا احط فيه مقادير متساويه من الخليط اللي انا عملته. وطبعا بعد ما بحطه بكون قبلها مشغله الفرن لمده 10 دقايق قبل ما احط فيه الكب كيك. وبعد كده ببدأ احطه في الرف الاوسط على درجة حرارة 180. هنا ضفت عليه شوية من الشوكولاتة دارك وشوية من البلح المتقطع قطع صغيرة. ممكن اضيف له السوداني، ممكن اضيف له كمان الزبيب او اي مكسرات موجودة عندي. ايه رأيكم فيه؟ اظن مفيش اجمل ولا احلى من كده. اتمنى اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله، ويا رب وصفاتي كلها تعجبكم واكون دايما عند حسن ظنكم. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.